هست حوري باش هست شو السالفه؟ يا جماعه ترى ندري كل سنه قاعدين نخيم بروحنا وعلى حسابنا، لكن السنه قوانينكم فقصاتنا، شو السالفه؟ شاس ايش صاير؟ ترى الناس يبون يروحون البار يغيرون جو يكسرون روتين، ديرتنا ما في مكان نروحه، ما في مخالصه الديره، يبون يروحون البار. في ناس ترى طول السنه قاعدين يجمعون حق الحج، وبعد في ناس الله يستر عليهم بعد حق تويله، ترى هم في ناس يجمعون حق البار، يبون يستونسون، ايش فيكم؟ خلوهم يستونسون يغيرون جو، واحنا بعد جزيره الله بالخير. كان زين جزيره غير شكل، جزيره لو فيه لا بر ولا بحر، شو السالفه؟ الناس وين تروح؟ وين يولون؟ حوطوها. الله يهداهم جماعتنا، عبالهم كل مكان في بترول، يا يبا اذا في بترول اعطوني انا برميل النفط مالتي، انا ابي حقوقي كمواطن، ذبحت ونا كل مكان تدورون في البترول، ما هس بترول ما هس، لو في بترول كان الحين رواتبنا عدله، كان امورنا طيبه، كان الحين في عصر رفاهيه، كان صدق حسينو يوم قال Me, this Chico, me. Yes, baby. Baby, me baby? Yeah. Me? Milk, water? No, petrol. صارت لنا قضية على موضوع السعف، ترى الناس يحطون سعف لأنه هو يعني جمالية حق المخيم، وفي نفس الوقت رخيص وساتر، واحسن شيء الستر يا جماعه، ترى ما له داعي واحد يحط له سعف على اساس يدخل خدامات، كلش لا، ترى ما له داعي، عادي يدخله اهله، ربعه، معارفه، مو بشرط يدخل مني، عادي، واذا ترى على هالموضوع، ترى هاي شيء منتشر في البحرين وكل من يدري عنه ويدري في وين، ما له داعي انه اروح في المخيم، كلش ما له شغل، عادي يعني. هي شو بعدين ايش فيك؟ ايش فيك قاعد تهذر وايد؟ ما يعجبك شيء؟ انا ما يعجبني شيء، ايش تبي انت؟ صار لك 7 حلقات قاعد تهذر ومر شنو وشاي مر شنو هاي مر شنو. يا حبيبي القوانين حطوها عشان يحمونك ويحمون المخيمين اللي وياك. يا وترى السعف منعوه لانه يحترق. نعم يحترق يا جماعه، ترى كل شيء يحترق، الوايرات يحترقون، الخيمه تحترق، السناح يحترق، كل شيء يحترق، بقى هذه نار تحرق الاخضر واليابس. عشان كذي حطوا لك قانون يجيب طفايه وياك. زين ليش مستانس؟ ليش مستانس؟ بعدين لحظه يا جماعه الخير، شنو؟ اوكي انا ويا القوانين ما عليه، بس من وين يشترون طفايه؟ وين يكون طفايه؟ والله ما تقول لي وين يكون طفايه. سؤالنا راح نواجه حق الناس، وين ممكن الواحد يحصل طفايه حريق؟ خلونا نروح نشوف. والله ما ادري وين يبيعونهم يعني اشترونا ولا ما راح اعطينا طفايه هنا. ما ادري والله. وين يعني مني منك ايش رايك؟ ما ادري الشيء هذا. اشتريها والله في شركات وايد متخصصة في ذي المجال. والله تشوف المحلات يعني. هي مثل وين يعني؟ وين اروح؟ اطفاء. يا شيخ عندك اجابه وين حصل طفايه؟ لا والله. كلش يعني؟ ليش؟ عندك اول شيء تسأل الدفاع المدني، اي واحد يبي يتصل الدفاع المدني وين حصل طفايه بيقولون لهم. والله بنحط طفايات السيارات وكلها. فخر البحرين. ما سمع؟ فخر البحرين. فخر البحرين. وين؟ احنا اكيد في مصانع في البحرين تبيع طفايات. الطفاية موجودة في مكتب تقنيات طفايات، موجودة مثلا عندنا احنا هنا. والله لازم ندور ونبحث عنها يعني، انتم ادرى. ثاني شيء ممكن في جوجل مجرد تحط فاير اكستنجوشر بحرين بيعطيك شركات قائمة بالشركات ممكن تتصل فيهم. ما ادري اذا عندك سيجارة افلت على الارض ودفنها. لا اخوي ترى مو طفايه جقاير، طفايه اي لا تحصل ان شاء الله. تحصلها في السيارة في كل مكان يعني. المكان موجود في مسقط، احنا مسكان مسقط وهو موجود في مسقط في مكتب في دار سيد. القانون بعد ما ادري والله. ابغى اشتري طفايه. يروح المنتزه. لا اخذها من شو اسمه. وعندك باتيا بعد ممكن عنده
في شركة اسمها ألفا فاير سيرفيسز. الحمد لله بعد البحث يعني والتفحص حصلنا مكان يبيعون فيه الطفايه، وندعي الكل انه يروح يشتري طفايه حق سلامته. لازم تدقق على المخيم على متر ولا نص متر من المسموح له، وفي ناس في الديره عندهم امتار وامتار ولا حد كلام. ونفس الوقت لجنه ثانيه تجي تفحص لك اجراءات السلامه وما السلامه في المخيم. جزاكم الله خير. بس ترى في ناس عندهم بيوت الى السقوط وبيوت مو بسليمه وما حد رعاها. يعني لمتى احنا بس اللون؟ قبل لا نختم حلقاتنا احنا صدق علقنا على بعض القوانين، لكنها في قوانين بعدها بنحافظ عليها. اول شيء خلونا نحافظ على السلوك العام في البر، ونفس الشيء خلونا نحافظ على البر، ترى هو اللي بقى منه، خلونا نحافظ عليه. ونفس الوقت يعني القوانين المروريه والفور ويلات وهالسوالف خلونا نحاسب ونهتم بالقوانين المروريه، لان احنا ما نبي مشاكل، ما نبي نفقد ناس عزيزين علينا. في الاخير خلي يكون برنا بر ممتع وحلو وجميل سلمان. نعم ايش تحبين طالع؟ كلام سليم، عجبني كلامك، احسنت يا اخي يوسف. ترى تصوير ايش تبي؟ العموم في الختام ان شاء الله عجبتكم حلقتنا، كانت خفيفه عليكم، ولا تنسوا تسووا لنا فولو وسبسكرايب على تويتر وانستغرام ويوتيوب، وتشوفوا حلقاتنا اللي طافوا. انزل شوي، انزل ايش تبي يا اخي، انزل شوي، انزل وشوفوا الاسامي الحين تطلع. اهم شيء اسمي انا احمد رشيد، اذا بتشوفونه هني